40 يوم على الحدود بين الحلم والكابوس، 40 يوم على الحدود بين الحياة والموت وسط الصحاري والمستنقعات وتحت شمس المكسيك المحرقة، 40 يوم من الخوف لا تكون الخطوة الجاية هي آخر خطوة، بس مفيش رجوع لورا. الاختيار الوحيد إنك تكمل طريقك مهما كانت نهايته. نجيب راجل مصري بسيط، واللي بيمثل دوره الفنان المصري حسام داغر، زيه وزي ملايين غيره بيحلم بالحياة الأفضل ليه ولعيلته. فبيبدأ رحلة 40 يوم، 40 يوم من الخوف والجوع والعطش والتعب، 40 يوم وسط عصابات وبين حدود بتقتل الأمل، 40 يوم مع ناس من باكستان والهند وغيرهم جمعتهم الرحلة والحلم واللغة الإنجليزية المكسرة. بس نجيب مش بيغامر بحياته لوحده، نجيب معاه مراته مريم اللي حامل في حلم صغير لسه ما شافش الدنيا. وفي عز الليل لما الدنيا تسكت بيسمعوا أنين ناس حلموا نفس الحلم وعدوا قبلهم من نفس الطريق، بس الصحراء بلعتهم. الفيلم بيفتح عيوننا على ناس من لحم ودم بنشوفهم في الأخبار مجرد أرقام ونقلب. 40 يوم فيلم بيحطك مكانهم ويخليك تحس بعذابهم، مش هتتفرج عليه من بعيد، هتشم ريحة التراب وهتحس بلسعة الشمس على جلدك وتسأل نفسك لو انت مكان نجيب هتعمل ايه؟ هتكمل ولا ترجع؟ وانت اصلا عندك رفاهية الاختيار ولا لأ؟ السؤال الحقيقي عن تمن الرحلة مش عن الرحلة نفسها. هل الانسان لازم يدفع عمره تمن عشان يعيش؟ هل الطفل اللي لسه ما جاش يستحق يعيش الخطر ويحس بخوف امه بدل ما يحس بالامان؟ هل الطفل ده هيلحق يتكتب له شهادة ميلاد في البلد اللي ابوه بيحلم الوصول ليها، ولا مش هيلحق يخطيها ويتكتب مكانها شهادة وفاة؟ حسام داغر الممثل المصري في أول بطولة عالمية ليه بيجسد شخصية نجيب بواقعية صادمة، راجل مش بيدور على رفاهية، بيدور على حياة. صحيح الفيلم من إنتاج هوليوود، بس بيتكلم بلغات كتير، العربي، المصري والهندي والإنجليزي بلهجات مختلفة. تعرفوا مين ورا الكاميرا؟ بيتر تاكلا، مخرج مصري بس طاير بجناحين، كبر في مصر وحقق حلمه في أمريكا، حاصل على الجنسية الأمريكية، بس عمره ما نسي بلده. وعلشان كده لما حب يحكي حكاية عن الغربة والألم والنجاة قرر يبدأها من حكاية مصري. لما تعرض عليا قصة فيلم 40 يوم أنا بصراحة كنت very amazed. حسيت إن ده موضوع مهم جدا، موضوع لازم نتكلم فيه ونتناقش فيه وبكل حيادية بعيدا عن أي سياسة. يمكن ده دوري كفيلم ميكر أو ستوري تيلر، إن أنا أحكي حكاية صعبة جدا جدا. لما عملت انترفيوز مع الناس اللي عملوا الرحلة دي واتعرفت على قد إيه صعوبة الرحلة وقد إيه المشكلة كانت كبيرة جدا وقد إيه الموضوع كان شاق وقد إيه الموضوع مش مستاهل، حسيت إن لازم أوصل بشكل ما أو بطريقة ما. فعلا الحلم الأمريكي حلو وجميل بس مش مستاهل كل ده. اتحمست جدا للقصة، ابتديت أكتب في السيناريو والحوار وابتديت أعمل كاستنج لغاية ما صورنا الحمد لله وخلصنا بوست برودكشن وبنستعد للعرض دلوقتي. أنا يمكن الاختلاف أو الحاجة المختلفة اللي أنا بعملها إن أنا بعمل أفلام مصرية أو فيها الطابع المصري جوه أمريكا. يجوز الأفلام المصرية بتتعمل في مصر أو الأفلام الأمريكية طبعا بتتعمل في أمريكا، لكن إحنا بنعمل حاجة مختلفة خالص ويمكن ده اللي مخلينا مختلفين. فبالتالي لما هعمل أفلام مصرية جوه أمريكا أو أفلام ليها الطابع المصري أو بتتكلم عن حاجة مصرية أو بتخص قضية مصرية، فبالتالي لازم يكون معايا ممثلين مصريين. طبعا إحنا عندنا مواهب وتالنتس كتيرة جدا جدا جدا، يمكن أكبر مما نتخيل هنا في أمريكا وخصوصا في LA. فليه ما نجمعش التالنتس دي ونعمل حاجة قوية ويبقى معانا تالنت مصريين؟ المختلف في الفيلم ده إن إحنا معانا تالنتس مصريين وتالنتس من جميع أنحاء العالم مش مصريين. فيمكن الكومباينيشن دي أو الكالتشر المختلفة هي اللي ادت المساحة الحلوة أو الفرايتي الدايفرستي اللي إحنا شايفينها في الفيلم ده إن شاء الله. درست في نيويورك فيلم أكاديمي واشتغلت مع أفلام أمريكية، اكشلي أخرجت 4 أفلام أمريكية منهم فيلم طويل و3 شورت. فده اداني اكسبيرينس مختلفة وعلمني ازاي ان النظام هو اللي يخلينا فعلا نقدر نعمل المعجزات. اهم حاجة ان يكون عندنا نظام وعندنا اصرار ان احنا نوصل ونعمل حاجة احنا بنحبها. انا عملت اكتر من فيلم، عملت حوالي 12 فيلم لغاية دلوقتي، منهم 4 فيتشرد و8 شورت. انا بعتبر ان يمكن من اهم الاعمال اللي عملتها كان الفيلم اللي انا شغال عليه ده اللي هو 40 دايز. انا بعتبر ان هو نقلة كبيرة قوي في تاريخي من حيث القصة، من حيث السيناريو، ومن حيث
التصوير والاخراج والتمثيل والانتاج. انا بحس ان الفيلم ده هيبقى اهم اعمال السينمائيه ان شاء الله. لو جات لي فرصه ان انا اعمل افلام في مصر، انا اوريدي شاركت مخرج واحدة تانية في مسلسل مع دكتور عادل قاصر، في مسلسل في رمضان اللي فات. قريبا ان شاء الله هتبقى في حاجه كده في مصر، بس لسه هنعلن عنها قريب يعني. لما بقف ورا كاميرا بحس ان انا ماسك العالم كله، يعني انا بتفرج على حكايتي اللي انا بحكيها للناس على المونيتور قدامي. فانا بحس ان انا فعلا في امتع لحظات حياتي وانا بتفرج على حكايتي اللي هي خلاص بتتعمل وبتتنفذ. في جمله اتقالت لي في فيلم من الافلام بتاعتي، بصراحه انا استمتعت جدا جدا لما سمعتها. اكتر من حد اجمع على احد الافلام ان هو لما اتشاف اكتر من مره الناس ابتدت تفهم اللي انا عاوز اقوله ما بين السطور. فده معناه ان اللي بقدمه وده حقيقه، مش مجرد اللي الناس بتشوفه من يعني في الحكايه، لا ده في حكايه تحت الحكايه وحكايه ورا الحكايه، وفي كلام بين السطور بيتفهم. فلما سمعت الجمله دي حسيت ان انا عملت حاجه كويسه وحاجه الناس محتاجه تتفرج بشكل غير سطحي علشان تفهم احنا عايزين نوصل ايه. فاعتقد لما سمعت الجمله دي كنت مستمتع جدا. يمكن اكتر حاجه بتخوفني اللي هو الحفاظ على النجاح، ان انا اللي جاي يكون اقوى، اللي جاي يكون اكبر ويكون على مستوى اعلى، ان انا اتعلم من اخطائي ومن اللي فات وان انا استفاد منها واطلع خطوه واثنين وثلاثه لقدام. 40 يوم مش اول كاميرا بيشيلها، لكن يمكن يكون اصدق فيلم اخرجه، لانه مش بيحكي عن ناس غريبه، ده بيحكي عن ناس مننا عاشوا اللي احنا بنشوفه وبنعدي عليه كل يوم. بيتر تاكلا دخل هوليود بس قلبه لسه في الحاره المصريه، وبيحاول بالكاميرا يقول اللي اللسان مش قادر ينطقه. الممثلين حسام داغر، ميرا فيكتور، أفرام عوض، بافي شارما، أماندا هيوال، توني شوفنر، سارو خياط، كونستانس ماري كام. الموسيقى التصويرية ريمون صقر، مدير التصوير شهان راو، وشارك في الإنتاج وائل نظمي، والفيلم بمشاركة الاتحاد العام للمصريين في الخارج.